مشاهدينا الأفاضل طبتم وطابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. نجم الشعبي الديمقراطية والعدالة بيانا بمناسبة اليوبيل الألماسي لبدء الكفاح المسلح. إقليمي شمال وجنوب البحر الأحمر يحتفلان بالفاتح من سبتمبر. نجاح 60% من الطلاب الذين جلسوا لامتحان الشهادة المتوسطة هذا العام. الرئيس الأوكراني يريد دعما ثابتا من الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة موسكو. بريطانيا تبدأ محادثات مع طالبان لتأمين خروج رعاياها. وإعصار إيدا يتسبب في مصرع شخصين في ولاية ميسيسيبي الأمريكية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أصدرت الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بيانا بمناسبة الذكرى 60 لانطلاق الكفاح المسلح. وقال البيان: في الوقت الذي نحتفل فيه هذه الأيام باليوبيل الألماسي، علينا أن نتذكر بأن الشعب الإريتري خاض نضالا مريرا لفترة 60 عاما، وذلك من أجل تأكيد حق تغيير المصير ونيل الحرية وإعمار البلاد. وقد سطر شعبنا تاريخا شامخا في هذا المضمار، دافعا ثمنا باهظا باستشهاد مئات الآلاف من أبنائه الأبطال. وأوضح البيان بأن تاريخ الشعوب والدول لا يتم الحصول عليه كهبة، وإنما يتحقق بالعمل والإيمان العميق بالأهداف المنشودة. وبما أن المرحلة التي نلج إليها مليئة بالعدائيات والعراقيل الإقليمية والدولية، علينا الاستمرار في تصدينا من خلال تقوية وتطوير قدراتنا وكفاءاتنا، فضلا عن الصمود على مبادئنا الوطنية الراسخة. وقال البيان بأن قيمنا وأهدافنا ومبادئنا وتجاربنا كفيلة بمساعدتنا في بناء مؤسسات وطنية كفؤة ومتطورة تسهم في تحقيق السلام وإعمار البلاد، حيث أن استمرار الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة كقوة سياسية وطنية سيساهم في تحقيق التطور المستدام. وفي الختام ذكر البيان بأنه في الوقت الذي نحتفل فيه باليوبيل الألماسي لبدء الكفاح المسلح، يجب علينا تجديد العهد بالاحترام مبادئ ثورتنا وحماية حريتنا وبناء دولة تتسم بالعدالة والتنمية والاستقرار. كما أكدت الجبهة الشعبية في بيانها استعدادها التام لتنفيذ رسالتها التاريخية وتعويض الفرص المهدرة وتسخير كل القوى لإعمار وبناء البلاد وتنشئة جيل كفؤ يحمل الأمانة ويحافظ على التاريخ النضالي لشعبه. احتفل إقليمي شمال وجنوب البحر الأحمر في 31 من أغسطس بالذكرى 60 لانطلاق الشرارة الأولى لكفاح الشعب الإريتري المسلح. وقال سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد رزاني أدوناي بأن الفاتح من سبتمبر هو يوم تاريخي قرر فيه الشعب الإريتري انتزاع حقه في الحرية بقوة السلاح، بعد أن فشلت محاولاته السلمية والسياسية لتغيير مصيره في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وبعد أن أدرك بما لا يدع مجالا للشك بأن الكفاح المسلح هو الخيار الوحيد لنيل حريته. وقد اشتمل الاحتفال على برامج وفقرات فنية عكست عظمة تلك المناسبة. كما نظم الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا في مدينة عصب بإقليم جنوب البحر الأحمر نظم برامج مماثلة في 31 من أغسطس بمناسبة الذكرى 60 لبدء الكفاح المسلح، تركزت حول عملية توريث التاريخ. هذا وقد قدم المناضلون القدامى توضيحا مفصلا حول تجاربهم في المجالات السياسية والكفاح المسلح وإرادة الجماهير التواقع للحرية وتحديات النضال ومشاركة المرأة في كافة مجالات النضال والقيم الثورية. احتفل الإريتريون المقيمون في ستوكهولم بالسويد وضواحيها بالذكرى 60 لبدء الكفاح المسلح للشعب الإريتري تحت شعار مستعدون دائما لكافة الاحتمالات. وأوضح في البرنامج الذي نظم عبر مجموعة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بأن الشعب الإريتري فجر في الفاتح من سبتمبر عام 1961 الشرارة الأولى لكفاحه المسلح، معتمدا على حقه وخياره اللذان لا يسمحان بالتنازل عنهما لينال الحرية في عام 1991. وبما أن إنجاح برامج التصدي في كافة المجالات من الأهداف الرئيسية للفاتح من سبتمبر، فعلى كل مواطن الاستعداد لمواصلة نضاله في المستقبل. وفي الكلمات التي ألقاها المواطنون في تلك المناسبة العظيمة، أوضحوا بأن مشاركة كافة قطاعات الشعب الإريتري في الكفاح المسلح والقيم الثورية المكتسبة ساهمت في تحقيق ذلك الإنجاز العظيم المتمثل في تحرير البلاد. لذا فإن الفاتح من سبتمبر هو الدرع القوي للسيادة الوطنية وإعمار البلاد.
من جهته قال مسؤول الشؤون الجماهيرية والأهلية في السفارة الإريترية بالسويد السيد سيراك بهلبي بأن تنفيذ أمانة الفاتح من سبتمبر هو مسؤولية كافة المواطنين. في غضون ذلك أفادت المعلومات الواردة من السفارة الإريترية بسويسرا بأن الإريتريين المقيمين في سويسرا نظموا فعاليات احتفالية مماثلة بمناسبة الفاتح من سبتمبر وجددوا عهدهم للتصدي والمشاركة في كافة المجالات التنموية. أوضح مسؤول وحدة الامتحانات الوطنية في وزارة التعليم السيد هابتي أسفها نجاح 30,189 طالبا أي 60.3% من الطلاب الجالسين لامتحان الشهادة المتوسطة في هذا العام الدراسي 2020-2021 والبالغ عددهم الكلي 50,082 طالبا. فقد جلس هذا العام لامتحان الشهادة المتوسطة الذي جرى في الفترة ما بين 16 وحتى 18 من شهر يونيو الماضي في 403 من مراكز الامتحانات أكثر من 50,000 طالب، وكانت نسبة النجاح في إقليم عنسبة 59.8% وفي الإقليم الجنوبي 55.9% وفي إقليم الكاشبركة 51% وفي الإقليم الأوسط 78% وفي إقليم شمال البحر الأحمر 38% وفي جنوب البحر الأحمر 70.6%، فيما كانت نسبة الناجحين من قوات الدفاع الإريترية 66.8% وفي ولاية كسل السودانية 100%. وذكر السيد هابتي بأن عدد 14,720 أي 49% من الناجحين هم من الطالبات. في الختام أوضح السيد هابتي بأن أي طالب يرغب في التأكد من نتيجته عليه التقدم بهذا الطلب عبر مدرسته. وتوضح مستندات وزارة التعليم بأن الطلاب النظاميين والملتحقين بالمدارس المسائية وكذلك طلاب قوات الدفاع الذين شاركوا في امتحان الشهادة المتوسطة الوطنية في الداخل وفي السودان في العام الدراسي 2020-2021 قد بلغ عددهم 50,082 طالبا بينهم 47.2% من الطالبات. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، سيطلب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من جو بايدن دعم الولايات المتحدة الأمريكية الثابت لعملية تحديث الجيش في بلده وسط شعور من القلق بسبب تزايد الضغط الروسي بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. ودعي زيلينسكي إلى واشنطن بعد قرار بايدن رفع معظم العقوبات المتعلقة بخط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي يربط روسيا بألمانيا ويلتف على أوكرانيا، مما أثار خيبة أمل لدى كييف. وزار الرئيس الأوكراني البنتاغون مقر وزارة الدفاع الأمريكية في أوج انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان التي أخلت الساحة لطالبان بعد حرب دامت 20 عاما وكانت الأطول في التاريخ الأمريكي. وكان البيت الأبيض أكد أن هذه الزيارة ستشكل فرصة لإعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة غير المشروط لسيادة أوكرانيا ووحدة وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الحالي الذي تقوده روسيا في شبه جزيرة القرم وفي منطقة دونباس. واعتبر مسؤولون الروس هذه الخطوة درسا لأوكرانيا التي راهنت على الغرب خلال الحرب المستمرة منذ 7 سنوات ضد الانفصاليين الموالين لموسكو. بعد الانتقادات التي واجهها رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن عمليات الإجلاء، بدأت بريطانيا محادثات مع حركة طالبان لتأمين مرور حر لرعاياها وحلفائها إلى خارج أفغانستان بعد سيطرة الحركة الإسلامية المتطرفة على البلاد. وأكدت الحكومة البريطانية لوكالة الأنباء الفرنسية توجه السير سايمون غاز الممثل البريطاني الخاص لعملية الانتقال في أفغانستان إلى الدوحة للقاء قادة طالبان. وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان أن السير سايمون غاس يلتقي بممثلين كبار من طالبان لتأكيد أهمية مرور حر من أفغانستان للمواطنين البريطانيين والأفغان الذين عملوا معنا، وهو والتأكيد علني لوجود مساعي دبلوماسية بين لندن وطالبان. وكانت لندن قد انضمت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عملية ضخمة لإجلاء أكثر من 100,000 شخص من أفغانستان بعد استسلام الجيش الأفغاني لطالبان.
لقي شخصان مصرعهما في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، وأصيب 10 آخرون جراء انهيار طريق سريع بعد أن اجتاح إعصار أيدا المنطقة. وذكرت دورية ميسيسيبي للطرق السريعة في تصريح أن جزءا من طريق 26 السريع في مقاطعة جورج الولاية قد انهار. يذكر أن إعصار أيدا كان قد وصل إلى ولاية لويزيانا المجاورة يوم الأحد الماضي، ووصف بإعصار من الفئة الرابعة الذي تسبب في فيضانات واسعة النطاق ورياح شديدة، ولكن انخفضت حدة الرياح بعد ذلك وتم تصنيفه كمنخفض استوائي. وتسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 1,000,000 شخص. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي بسبب الأضرار الناجمة عن الإعصار أيضا. كما صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن على قرار إعلان لويزيانا منطقة منكوبة بسبب إعصار أيدا، وأمر بتقديم مساعدات فيدرالية لإغاثة المناطق المنكوبة في الولاية بحسب وسائل إعلام أمريكية. في الخبر الأخير، كشفت صور أقمار صناعية الحجم الحقيقي للتسرب النفطي الذي بدأ في ميناء بانياس السوري في 23 من أغسطس الماضي. وحذرت السلطات القبرصية من أن التسرب النفطي قد يصل إلى مياه الإقليمية، وذلك بعد إعلان السلطات السورية في وقت سابق أن التسرب الذي نتج عن ناقلة نفط تحمل 15,000 طن من الوقود تحت السيطرة. ويشار إلى أن ميناء بانياس هو المصدر الأساسي للوقود والمنتجات النفطية السورية، في حين أن ذلك لم يعد التسرب النفطي الأول الذي يهدد شرق البحر الأبيض المتوسط هذا العام، حيث سبق وأن سجل تسرب نفطي في فبراير الماضي قبالة السواحل الإسرائيلية وصل إلى مناطق ساحلية لبنانية. مشاهدينا الأفاضل، في نهاية النشرة إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. أجاب الشعبية للديمقراطية والعدالة تصدر بيانا بمناسبة اليوبيل الألماثي لبدء الكفاح المسلح. إقليمي شمال وجنوب البحر الأحمر يحتفلان بالفاتح بسبتمبر. نجاح 60% من الطلاب الذين جلسوا لامتحان الشهادة المتوسطة هذا العام. الرئيس الأوكراني يريد دعما ثابتا من الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة موسكو. وبريطانيا تبدأ محادثات مع طالبان لتأمين خروج رعاياها. إعصار أيضا يتسبب في مصرع شخصين بولاية ميسيسيبي الأمريكية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.